اهلا وسهلا، عاملين ايه؟ وحشتوني، يا رب تكونوا بخير. النهارده كده جبنا شويه مشتريات ب400. وان شاء الله كده اقل من 400 كمان. هي خزين الشهر اللي هو البقوليات والعلافه. في ممكن حاجات هتقضينا 20 يوم، وفي حاجات هتكمل معانا لحد اخر الشهر. وجبت شويه خضار كده يمشوني اول 10 ايام في الشهر. الميزانيه دي يا بنات للي حابب يمشي عليها او يلي بتسمعوني، دي اللي فردين وطفله صغيره، يعني يعتبر 3 افراد. خلاص، ان شاء الله تعجبكم، وان شاء الله على قد ما بنقدر كده ايه نساعد بعض. خلاص، اول حاجه عندي انا ده فول صويا. انا بجيبه عشان لما بجيب اللحمه المفرومه انا ايه بحط منها على اللحمه وازودها وكده والكلام ده. ماشي، فعندنا هنا الفول الصويا. ماشي يا حبيب قلبي. وعندي هنا دي خلطه كريسبي. فول الصويا جايبه ب20 جنيه، وخلطه كريسبي دي ب9 جنيه، او ب9 جنيه. هو وزنها دي كان اخر حبه معاه في الشكاره، وزنها لي ايه ب9 جنيه. ماشي. وعندي هنا كيلو دقيق. كيلو دقيق عامل 19 جنيه عندي يا بنات. وجبت كيسين فيجيتار. في واحد حار وواحد بارد، انا بقلبهم على بعض. دي للبانيه، لاي حاجه انت بتعمليها، لكنتاكي، لاي الحاجات دي كلها. جميل جدا جدا. ده البارد اهو، وده الحر. الكيس عامل 18 جنيه. ماشي. فالحاجات دي اللي هو الفيجيتار والكريسبي وفول الصويا. فول الصويا والكريسبي والفيجيتار ده اكيد للشهر، وممكن ازود كمان. خلاص. وجبت ايه تاني؟ جبت بقسماط برضو. كيس البقسماط ده حاجات كده ايه، ده شهريه. خلاص، ده هيقعد معانا الشهر. دي حاجات انا مش هجيبها الا مره واحده ايه في الشهر. ماشي يا بنات. الحاجات ممكن ان انا احتاجها. كيلو دقيق ده برضو عشان لو قليت سمك، عملت شويه بشاميل، عملت اي حاجه، انا بجيب كيلو دقيق بيدنوا معايا برضو ايه 20 يوم، شهر، لو انا مش هعمل قرص ولا هعمل معجنات فبيقعد معايا. خلاص. عندي ايه تاني؟ جبت مكرونه سايبه. جايبه الكيلو على 22 جنيه، وفي اماكن بتبيع الكيلو ب25 اللي هي السايبه. ماشي. فالكيلو عامل ايه 22 جنيه. انا جبت نصين من ده، من المكرونه الخواتم، وجبت نص مكرونه بشاميل عشان لو عملت صينيه مكرونه ولا حاجه، او عملتها بالصلصه او زي ما هتتعمل. وجبت برضو ايه نص سباكيتي زي ما انتوا شايفين كده، نص مكرونه اقلام، ونص وكيلو مكرونه خواتم، ونص سباكيتي. وجبت برضو نص شعريه. ده الحاجات دي، النص شعريه ده ممكن يكفيني ايه 10 ايام، 15 يوم، ممكن يكفيني الشهر على قد الرز بشعريه وخلاص على كده. او لو عملت عدس. ماشي. انا عندي عدس بجبه، انا جبت ب10 جنيه بس، تكمله على اللي عندي. عشان كده بقول لكم اللي تنزل تشوف ايه اللي موجود عندها وتجيب اللي باقي بس، ما تجيبيش حاجات فوق حاجات. يعني انا ده على اللي عندي هيكفيني الشهر. خلاص يا بنات. وجبت برضو ايه ب10 برضو ايه قولوا معايا اللهم صل على النبي. عدس اصفر برضو ب10. انا عندي حوالي عن نص كيلو هنا، وجبت ده كده برضو. خلاص، عشان احنا بنحب الكشري، جوزي بيحب الكشري، فبنعمل كتير قوي كشري ايه اصفر. عندنا ايه تاني؟ ده كده حاجات الايه العلافه، والحاجات الايه اللي انا ايه هحتاجها طول الشهر. في حاجات هتفضل لاخر الشهر، وفي حاجات ممكن زي المكرونات، لو احتجت مكرونه، احتجت شعريه، احتجت عدس، فعلى الحاجات دي عادي ان انا اجيبها. ماشي. ودقيق. تعالوا بقى على بند الايه، بند التوابل. ده ب30 جنيه كمون. ده كمون حصى، ده ب30 والله يا بنات، زي ما انتوا شايفين كده. مش عارفه الاضاءه مالها. ماشي. 30 كمون. ده ب20 فلفل حصى. ماشي. ده ب10 جنيه ورق لورا، وفي حبهان اهو لو باين في حبهان، ده عشان الشوربه وكده. وجبت ايه ده ب5 جنيه بصل بودره على توم بودره، ده ب5 جنيه. ماشي. انا مش بجيب حاجات كتيره، انا غير الكمون بس بجيبه عشان مش بيعمل حاجه، لان احنا بنستخدم الكمون والفلفل الاسمر كتير. فانا جايبه ب50 كمون وفلفل اسمر، 30 كمون و20 ايه فلفل اسمر، على اللي عندي هيكفيني الشهر. وادي ده ب5، اللهم صل على النبي، بصل بودره وتوم بودره. ماشي. وعندي ب5 كاري، وب5 بابريكا مدخنه. ماشي.
وعندي هنا ب5 بهارات كفتة، عشان ايه في يعني هنجيب لحمة مفرومة ان شاء الله في الميزانية، وهنعمل كفتة وحاجات يعني ايه محتاجة البهارات دي. انا ما بجيبش بهارات. انا اخري فلفل وايه وكمون ورق لورا وحبهان والحاجات اللي هي الاساسية. اما الحاجات اللي انا عارفة ان انا الشهر ده هعمل مثلا حاجات فيها هحط فيها توابل، فانا بجيب التوابل اللي انا عايزاها. فانا هحتاج الشهر ده بصل بودرة وتوم بودرة، هحتاج بهارات الكفتة، ده مرق الدجاج فورية عشان هنعمل كفتة فراخ، وده بابريكا مدخنة، وده ايه وده كير. ماشي، انا عندي كركم وعندي جنزبيل، في يعني شوية بهارات عندي. فدي ايه ده الايه ده التوابل اللي انا جبتها الشهر ده. وانا يعني جيت الجبنة دي يعني اسعارها حلوة عند الراجل اللي انا جبت منه العلافة. العلبة ب15 جنيه، جبت العلبتين دول ايه ب30. نجربها برضو واشوفه لو حلوة هقول لكم عليها، هقول لكم الطعم عامل ايه. دي جبتها عشان ايه تساعد معايا في الفطار. انا عندي بيض وعندي فول تدميس وادي الجبنه، فان شاء الله ايه كويس كده للفطار. اول 10 ايام زي ما قلت لكم احنا فردين كبار وطفله صغيره. ماشي يا بنات، فده برضو ايه ده الجبنه، ده الحاجات الايه دي تبع الحاجات الفطار. انا مدمسه كيلو فول اللي هو فول التدميس، مدمسه كيلو حاطاه في الفريزر، وعلى الجبنه على بيض، وفي بطاطس لو طبق بطاطس او هسلق طبق بطاطس الصبح. فده كويس جدا للفطار ايه لحد ما يخلصوا 10 ايام بقى 15 يوم، ولو احتجت هجيب تاني. ماشي، عندي ايه هنا تاني بقى. انا جايبه الخيار، ما شاء الله على الخيار جميل جدا طازه وبلدي وجميل. الخيار ب10 جنيه، انا جايبه كيلو ونص ب15. وجايبه برضو فلفل، الفلفل يا بنات الكيلو ب15، انا جايبه ب10 جنيه. خدت الست توزن لي ب10. في 3 انواع الفلفل ده وده والفلفل الرومي. ماشي، فده انا بحبه جنب اكل برضو، باكله بالمقلي بنقليه سلطه اي حاجه، فهو مش فيه غنى عن الفلفل، فجميل جدا. وفي برضو كوسه هنا عجبتني جدا، كوسه صغيره كده، ولو هعملها محشي ماشي. جبت كيلو ب10 جنيه برضو. فانا لو عايزه اعمل محشي، عايزه بقى ايه اطبخها، فاي هتنفعني خلاص. وجبت هنا كيلو بطاطس عامل 10 جنيه يا بنات. خلاص، تبقى احنا هنا معانا ايه معانا الخيار ومعانا الفلفل ومعانا الكوسه والبطاطس. وانا جبت برضو ايه بصل، جبت كيلو بصل اهو زي ما انتم شايفين ب10 جنيه. ماشي، انا بحب البصل اللي هو الايه الوسط ده عشان انا مهدرش وكده، ب10 جنيه برضو. وجبت كيلو ونص طماطم ب15، الطماطم عامله 10 جنيه بس جميله جميله جميله، وسكر يا بنات وحمرة جدا. ماشي، فده كده ايه ده الحاجات اللي هي الخضار بتاع اول 10 ايام او اول اسبوع، على حسب ما بيكفي معايا. بس احنا فردين، فالخضار ده بيكفيني حوالي عن 10 ايام 15 يوم الخضار. اما الحاجات اللي هي البقوليات دي هتقعد معايا فتره 15 يوم 20 يوم. وفي حاجات زي ما قلت لكم زي الفيجيتار والفول الصويا والكلام ده كله والدقيق والحاجات دي والكريسبي، ده بيقعد معايا الشهر كله. والتوابل زي ما قلت لكم هتكفيني لحد اخر الشهر. هنا الخضره كانت جميله عجبتني، فانا جبت ب5 جنيه خضره 3 ربطات هم، والثلاث ربطات مشكلين، يعني الربطه لوحدها لما كان الخضار غالي كان ب5 جنيه، فيها الشبت وفيها بقدونس وفيها كزبره. فالثلاث ربطات يا بنات ب5 جنيه، فجميل جدا. انا قلت حتى لو هقطعها واحطها في الفريزر. ماشي، تعالوا بقى شوفوا بقى معايا. لقيت عند الست اللي انا بجيب منها شروه الطماطم دي، يعتبر نص القفص او اكتر شويه. قالت لي تاخديها على بعضها، حمرة جدا جدا شايفين، والله حمرة دم يا بنات ما شاء الله. قالت لي ب30 جنيه، قلت لها هاخدها على 20. فقالت لي ماشي مش هنختلف، وخدتها عشان اصلصلها. انا جايبه دول للاكل للسلطه لاي حاجه اهو، اللي هي الطماطم الكبيره الجامده الحلوه دي، وجايبه اللي هي المستويه الحمراء قوي دي عشان انا اعملها صلصه. ماشي، انا جبت دول حوالي عن 15 كيلو ب20 جنيه. فدي كان فرصة والحمد لله انا جبتهم. ودي كان مشتريات النهاردة. مشتريات الخضار بالطماطم دي عاملين يا بنات 105 جنيه. الخضار بالطماطم عاملين 105 جنيه. ماشي، اما الحاجات دي انا نزلت ب400 جنيه.
نزلت يا بنات ب 400 جنيه، ما رجعتش غير ب7 جنيه. والله هوريهم لكم برده همت عشان ايه تشوفوا يعني الحاجه لما بتبقى الفلوس اللي تبقى دي خليها احطها في الحصاله. فانا باقي معايا ايه 7 جنيه اهم، ماشي. ف7 جنيه دول ايه هسقطهم في الحصاله. فعشان كده بقولك اللي هو سعري. يعني انا المكرونه لو كنت جبتها والشعريه من عند اول واحد كنت هجيبها على 25، فانا مشيت شويه وقلت ايه هسعر عند حد تاني، فلقيته بباعها ب22 وهي ففرق 3 جنيه في كل كيلو. يعني انا جايبه دلوقتي 2 كيلو ونص، ماشي، يعني حوالي عن 7 جنيه ونص فرق في الاسعار اهم هما اللي بيقولوا. ماشي يا بنات. انا ايدي مكان ما كنت بشوف الحاجه الخيار والكوسه ففيها خضار من الحاجه يعني، بس انا يعني بغسل على طول وكده يعني لحد يقول لي ايدك وكده. فده مكان الايه مكان ما كنت بمسك الكوسه، مكان الزرع بتاعها اللي هو الورد اللي بتبقى فيها من ورا ده، فايه عص ايدي شويه خلاص. فالحاجات دي البقوليات انا جايبه دول ب105 اللي هو الخضار، والبقوليات دخلت ليها يا بنات في 300 الا 7 جنيه، ماشي. يعني 300 قولوا 300 جنيه اللي هو الايه بند الخزين. بس الخزين ده زي ما قلت لكم فيه حاجات للشهر واحتمال اكتر كمان كتوابل. يعني التوابل عندي والفيجيتار والكريسبي والكلام اللي انا بجيبه مره واحده في الشهر ده بيكفيني ويمكن لنص الشهر الجديد كمان. فده يا بنات دي المشتريات ده ب400 جنيه، ب400 ل7 زي ما وريتكم اهو. ده اللي بقي معايا خلاص. انا ما جبتش فاكهه لان الفاكهه غاليه، وبعدين انا ما كانش معايا فلوس، مش عامله حسابي اصلا ان انا اجيب الطماطم، وان انا في حاجات كنت اجيبها وزايف. يعني انا كان في حاجات انا مش كنت عامله حسابها، لما نزلت ولقيتها قدامي ولقيتها باسعار كويسه بدلت حاجات بدل حاجات خلاص. فالميزانيه دي ايه مش فيها ايه فاكهه. فان شاء الله لما نجيب برضو اللحوم هعمل لكم ميزانيه اللحوم بتاعتي واوريكم برضو كل حاجه بتاعت الشهر بتاع شهر ايه 5. فدي ميزانيه شهر 5 اول 10 ايام في شهر 5 بالنسبه للخضار. وبالنسبه للبقوليات ده لمده 15 يوم اللي هي المكرونات والشعريه والعدس وكده، والحاجات الباقيه اللي هي الفيجيتار وفول الصويا ده كله ده الايه لاخر الشهر والتوابل خلاص. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، ويا رب تكونوا استفدتوا، ويا رب اكون بقدم لكم محتوى تستفادوا منه. وشكرا جدا على متابعتكم، وشكرا على كلامكم الجميل، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.